السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد بكرة بقى ولا بعده؟ انا مش عارفة بصراحة. وحوار كل سنة والواحد مش بيرسى على بر غير ليلة العيد نفسها. عايزة اقول لكم ان ده بالنسبة لي اخر يوم النهاردة. انا خلاص كده عملت اللي عليا لحد اخر نفس فيا. بجد والله العظيم، يعني رمضان السنة دي الحمد لله عملت كل اللي عليا على اكمل وجه. واديني دلعتهم لحد اخر يوم في رمضان علشان يعني انا اجزت كده ايام العيد. محدش يقول لي اعملي اكل ولا ادخلي المطبخ اصلا. النهارده ان شاء الله انا ابتديت ان انا اعمل الفطار. ابتديت ان انا اعمل الكنافه بالمهلبيه والمانجا. وعايزه اقول لكم ان انا بعد الفطار يعني ابتديت تنظيف وحاجات كده. بس الحمد لله بما ان الشقه نظيفه اللي هي قبل رمضان انا خلصت كل حاجه. فكان العمايل العاديه والتلميع والتنفيذ وان انا انفض السجاد وكده وتمام يعني. فكانت الموضوع بالنسبه لي اسهل بكتير ويعني انا عمري ما هندم على فكره ان انا اخلص كل حاجتي قبل رمضان. لانه ايام العيد او ايام اخر رمضان دي بتبقى متعبة جدا جدا. اخر اسبوع في رمضان انا جايلي يعني حوار كسل فظيع. مكسلة حتى اقوم اعمل الاكل، انا بس اللي بيشجعني التصوير. هنا بقى انا طلعت ربع كيلو بالظبط كنافه من الفريزر، تمام. وبشرته كده بالسكينه علشان يتفتفت ويبقى يعني يا دوب متكسر خالص خالص. وده طبعا بيساعدك الفريزر لما بتبقى محطوطه فيه الكنافه، فبيبقى بالنسبه لك تكسيرها سهل جدا. هنا بقى حطيت 3 كوبايات من اللبن مع الميه على النار، وحطيت السكر، وهنا 3 معالق من النشا. وهقلبهم كويس في شوية لبن، وبعدين هنزل بقى اول ما اللبن بتاعي والمية يغلوا هنزل على اللبن بالنشا لحد ما المهلبية تمسك معايا وتبقى كده تمام التمام. دي اسهل طريقة للمهلبية اللي انا بعملها اصلا. حطيت ورقة فانيليا، وبعدين جهزت الكاسات بتاعتي. زي ما قلت لكم اول حاجة ببدأ ان انا اعملها الحلو طبعا علشان هو اللي بياخد وقت، وبعدين بيبقى عايز ان هو ياخد وقت في التلاجة، فلازم ان انا ابدأ بيه اليوم من الاول علشان خلاص حوار واخلص منه. وزي ما قلت لكم ان انا كده عملت اللي عليا لحد اخر يوم في رمضان بعمل لهم حلو. يعني انا لحد السنة اللي فاتت انا والله العظيم قفلت حوار المطبخ ده من قبل ما رمضان يخلص 5 ايام كده. اللي هو كروته فظيعة وفي الاكل، وان انا بكروت بسرعة واعمل اي كلام. مش اي كلام يعني، انا بعمل اكل حلو بس يعني مش نفس الاتقان او مش نفس الاصناف اللي هي فاهمين. بقى ابتدي اقلل بكتير قوي قوي. يعني لكن انا رمضان ده الحمد لله ان انا اديت مهمتي على اكمل وجه علشان محدش يكلمني بقى. زي ما قلت لكم ايام العيد كلها بقى خلاص انا اجازه. هقعد كده مش هعمل اي حاجه ومش هاكلهم اصلا. هنا حطيت بقى المهلبية طبقة كده وطبقة كده. طبعا الكنافة خلاص هي نص كوباية من السمنة والزيت مع بعض، وهتقلبيها لحد ما تحمر كده. وبعدين خلاص بتنزليها من على النار. عندك اي نوع فاكهة حطي، يعني انسب حاجة بتبقى المانجا. انا عندي هنا كان قطع من المانجا حطاها كده في العلبة في التلاجة، فقلت ان انا احط منها. بتحلي الطعم وبتديها طعم حلو وفي نفس الوقت يعني ايه بتديها كمان شكل حلو. ودي كانت الكاسات بقى بالمانجا بتاعتي علشان احطها في التلاجة، بتقعد على الاقل 4 ساعات، ساعتين 3 يعني على حسب. هنا بقى بجهز الخضار بتاعي. النهارده هعمل ورقة خضار، تمام. وعندي دبابيس فراخ قلت ان انا اعملها. برضو دي اخف اكلة واسرع اكلة ممكن تعمليها، وفي نفس الوقت هي اكلة حلوة جدا وقيمة في نفسها. وفيها خضار كتير. لو الاولاد ما بيحبوش ياكلوا الخضار فهتحسيها ان هي سهلة عليكي وبيحبوها، بتدي طعم مختلف تماما عن انك تطبخي كل صنف خضار لوحده. قطعت كوسة وقطعت بطاطس. طبعا عندي البسلة والجزر والفلفل الالوان ده في الفريزر. اهم حاجه انا بقطع بس الخضار يكون قطع كبيره علشان ما يتهريش معايا. سواء بطاطس بقى، البصل، الجزر، الكوسه، تمام. بس بقى وبقطعهم كده، وبعدين بحط برضو فص توم صحيح كده ان انا بقى يا دوب بقسمهم نصين بالسكينه.
وبخلط كل الحاجات دي، وبحط البهارات بتاعتي بقى، فلفل وملح وبابريكا والحاجات دي. عندك انت لو هتحطي لحمه بتحطي شرايح لحمه بتشوحيها الاول، ولو عندك فراخ بتحطيها عادي، ولما الفراخ بتنزل الميه بتاعتها او الصوص بتاعها، فكل ده بياخد من بعضه، فبتبقى جميله وطعمها روعه، خفيفه وحلوه ولذيذه وتغيير. وبصوا بحب اعملها كتير قوي، خصوصا في الصيف بتبقى خفيفه تمام، او في الايام اللي هي الجو حر. الحمد لله رمضان تم علينا نعمته، ربنا يعني الحمد لله اتم فعلا علينا نعمته، ان هو خلانا رمضان كده حلو سهل وبسيط في الجو، علشان لا نعطش ولا نجوع الحمد لله. اللهم لك الحمد. هما بس اخر يومين كان خلاص الجو ابتدى يحرر قوي، بس طبعا ده يعني الحمد لله انه ما كانش كل الشهر. حطينا بقى قلت لكم انا الملح والفلفل والحاجات دي. هنا دبابيس الفراخ انا كنت متبلاها ببابريكا ومعلقه صلصه وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر، وحطها في التلاجة من بالليل تمام، علشان بس تاخد طعم حلو، ومعلقه كمان زيت زيتون. يا دوب انتي بتحطيها على الخضار بتاعك، وبتقفلي بقى الصينيه بتاعتك، علشان اي بخار ما يطلعش منها. ويا دوب بس رشه زيت، عايزه تحطي زبده، عايزه تحطي سمنه، اي حاجه عندك وتحبي تستخدميها، ورقتين لورا، ورقتين وفصين حبهان، وبس خلاص بقى. وبنقفل الصينيه، بنقفلها اهم حاجه تقفليها كويس جدا، وبتدخليها في الفرن، بتبقى درجه حرارتها عاليه تمام، تاخد صدمه او تاخد غلوه حلوه. واول ما تسمعي ان الصينيه ابتدت تغلي كويس جدا، تروحي بقى ايه توطي النار عليها وتسيبيها بقى مع نفسها. هنا كان عندي اللحمه المفرومه، ابتديت ان انا اجهزها عشان اعمل السمبوسه. وهنا بقى جبت طاسه نظيفه، تحطيها اول ما تسخن تحطي معلقتين من السكر، لو انت هتعملي ده رز بالخلطه تمام. كل كوبايه رز بسمتي ليه معلقه سكر. وبعدين اول ما يتكرمل معاكي هتنزلي بكاستين من الشوربه تمام، علشان تغلي بقى مع بعض. وما تخافيش مش هيديكي الطعم المسكر اللي انتي فاكراه او اللي انتي حاطاه في دماغك ابدا. احلى حاجه في الرز اللي هو بالخلطه الاساسي هو معلقتين السكر المكرمل ده، بيديله لون وبيديله مزازه وطعم حلو كده جميل. هنا بقى ابتديت ان انا احشي السمبوسه. انا كان عندي اللحمه المفرومه دي اوريدي في التلاجة من امبارح تمام، متعصجه وجاهزه، فانا يا دوب ان انا حشيتها على طول. عايزه اقول لكم ان انا جايبه السمبوسه دي من تقريبا نص رمضان، وكل يوم بنسى اعملها. هنا بقى اول ما الشوربه تغلي هنحط معلقه مكعب مرقه، وهنحط قرفه ضروري، وهتحطي بهارات بهارات كبسه 7 بهارات براحتك تمام، وهتحطي شويه كل البهارات اللي عندك حطيها. بعدين هنيجي في حله تانية على النار، هنزل ببصله مفرومه ناعم، وهحط بقى مع الكوبايتين بتوع الرز تكون مغسولين، مغسولين تمام، مش منقوعين، مغسولين ومتصفيين كويس. بعدين هنقلبهم كويس مع البصل تمام. وبعدين هتنزلي بقى بيهم بالشوربة اللي انتي عملتيها دي، او اللي هي كانت بتغلي معاكي. هنا كملت السمبوسة، كان باقي بصوا كان باقي شوية على الفطار، وانا عايزة الرز سخن تمام، فانا مرضتش ان انا احط له بقى الشوربة، وطفيت عليه النار، وقلت ان انا اول ما يعني قبل المغرب مثلا بنص ساعة، مش هياخد اكتر من كده سوا، فهبقى احط له الشوربة وهدي عليه النار. هنا بقى ابتديت ان انا الف باقي السمبوسه، وسخنت القلايه وحطيت فيها شويه، علشان يعني هي اول مره اجربها في السمبوسه، فانا ما رضيتش اعمل الكميه كلها الصراحه، بس هي طلعت فوق التوقعات، احلى بكتير جدا من الزيت خلاها شاربه زيت كتير ومش وتقيله، ومش عارفه يعني تقيله على اللي هياكلها، تقيله جدا. اللي في القلايه فعلا خفيفه وحلوه قوي قوي. هنا بقى كان خلاص المغرب هيأذن، فقبلها بنص ساعه بالظبط نزلت بالشوربه على الرز، وسبته بقى ان هو يغلي غلوتين، وبعدين هدي عليه النار. ده بقى الزبيب، لو انت مستعجله عليه بتنقعيه في شويه ميه سخنه، لو انت مش مستعجله عادي ممكن تسيبيه 3-4 ساعات في ميه بارده عادي. هنا بقى السمبوسه نزلت بيها في الزيت، عملت حبه كده وشويه كده يعني. بس هي الحقيقه حسيتها ان هي شربت زيت كتير، او مش عارفه هي طبيعتها كده ولا هي نوعها كده، بس كانت تقيله لدرجه ان انت ما تقدريش تكملي 2 على بعض.
المهم فابتدت ان هي كده تحمر شويه من الجنبين، وابتديت ان انا اخرجها واخرجها على مناديل طبعا، علشان كانت زي ما قلت لكم كانت شاربه شويه زيت، فقلت ان هي تمتص شويه من الزيت بتاعها. وهنا دول بقى اللي في القلايه بقى انا خرجتهم برضو. بصوا ادوني نفس الشكل، والطعم كان خفيف جدا، بس انا بصوا حاسه بصوا مخرفشه كده ومقرمشه وجميله. بص انا حافظه مش فاهمه، انا نزلت بيهم برضو على مناديل المطبخ مع انهم من غير نقطه زيت. مش عارفه انا كنت ايه، انا ناسيه ولا ايه بالظبط. المهم فابتديت ان انا ارصهم بقى في طبق التقديم، وعمالين يزحلقوا كده وكده، يعني رصصتهم بالعافيه اصلا. هنا بقى ابتديت ان انا اعمل الكبده. معايا ربع كيلو كبده من الفراخ، كبده فراخ، وهنزل عليهم في معلقتين من السمنه. تمام، هشوحهم كويس جدا، ومش بحط معاها غير بس فص ثوم مفروم. تمام. عندك برضو ممكن كبد وقوانص او كبده والقلوب بتاعه الفراخ، يعني اي حاجه هتأدي الغرض. انا عندي كان كبده بس. هنا بقى نزلت بفص ثوم مفروم، وبحط شويه فلفل اسود وشويه قرفه، وبس كده خلاص. ما بحطش اي اضافات تانية، بس ضروري سنه القرفه دي بتمنع اي زفاره الكبده بتاعه الفراخ او اي حاجه، فبتديها طعم كمان حلو. هنا الرز ده بقى عايزه اقول لكم يعني ريحته يا لهوي كانت خطيره. الشوربه مع السكر المكرمل مع القرفه مع البهارات، بصوا حاجه تحفه. هنا بقى المكسرات كلها انا كنت حطاهم كده على جنب. في الاول حطيت الفول السوداني، تمام، حمصته شويه، وبعدين نزلت بقى عشان هو كان فول سوداني ني، ما كانش متحمص يعني. ونزلت بقى بالباقي المكسرات. اول ما الزبيب يبتدي ان هو يتنفخ كده وتحسيه يعني حجمه تضاعف كده وتحسيه اتنفخ، تشيلي بقى خلاص بقى، عشان المرحله الجايه بيبقى خلاص بقى هيتحرق، فتشيلي على طول. تمام. شوحتهم كده في معلقه من السمنه، وممكن كمان زبده، بس الزبده يعني بتخليه محروق بسرعه، بتحروقه بسرعه. هنا بقى الرز كان استوى تمام التمام. جبت الطبق بقى عشان اقدمه. بصوا مستوي وجميل وحبه حبه، وحلو قوي قوي بصراحه، وريحته جميله. انا بحب قوي قوي الرز بالخلطه، بموت فيه بصراحه. والناس اللي بتحب الحاجات اللي هي مالحه مع حلوه، فهي يعجبها قوي، مع ان الطعم الحلو مش باين قوي، يعني طعم السكر لا ما تخافيش خالص ان هو يبقى باين قوي. تمام. وابتديت ان انا بقى انزل بالمكسرات كده حوالين الكبده والرز. بصوا طبق في منتهى الشياكه. لو انت هتعزمي حد او عندك حد مثلا ضيوف او كده، كمان بتنفع في الوصفات الرمضانيه دي قوي قوي. بحب اعملها كده، وبحب اعمل معاها ورقه الخضار اللي انت شفتوها من شويه، لسه بقى هتطلع من الفرن، وكان طعمها تحفه. يعني انا طبعا خلاص اكلتها بالهنا والشفا، فكان طعمها حلو وشكرولي فيها قوي قوي. تمام. وادي السمبوسه كانت خلاص تمام. ادي بقى الصينيه بتاعت ورقه اللحمه. انا كده بشيل بقى الفويل علشان اوريكم. طبعا انا نزلتها برضو تحت الشوايه، ما اخدتش كتير يعني 5 دقايق. تمام. والفرن سخنه، كل حاجه كانت مستويه وتمام التمام. بصوا الكوسه، البطاطس، الجزر، كل حاجه محتفظه بشكلها، و ما اتهرتش ولا اي حاجه. هنا بقى العصير كان عصير افوكادو باللبن، روقت عليهم الحقيقه، يعني عشان يقولوا ايه بقى، يبصموا لي بقى بالعشرة ان انا فعلا اديت مهمتي على اكمل وجه. وده كان فطار النهارده. كل سنه وانتم طيبين. ابتدوا بقى واستعدوا بقى للعيد، لانه ان شاء الله باذن الله يعني خلاص يا بكره يا بعده. ان شاء الله ربنا يجعل ايامكم كلها عيد باذن الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بعد العيد باذن الله. يلا باي باي، تصبحوا على خير.